السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد على قناتكم هناء صدقي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. غنشارك معكم في اطار تحضيرات ديال رمضان بليغات معسلين كيجيو لذاذين بزاف. عندي 300 غرام ديال الطحين، عندي زلافه ديال السنجلان محمص شويه نقي طبعا، وعندي اصفر بيضاء، عندي 2 معالق كبار ديال الزبده، وعندي تقريبا 2 معالق ديال النافع، ومعلقه كبيره عامره ديال القرفه، وشويه ديال الملون والمسكه الحره غادي ندقوها. عندي واحد الخميره ديال الحلوى. نخلط النواشف كامله مع بعضها، ومن بعد غادي نبقى نضيف بشويه بشويه سوائل هذاك الزبده والبيضه ونجمعو بالماء. صافي تنتاكد بلي النواشف كامله تخلطات وتجانست مع بعضياتها. ساهلين بزاف هاد البليغات ودغيا كيوجدوا. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش ميزان وبغات تعبر الطحين، عملوا واحد زلافه ديال الطحين وزيدوا معاه واحد كاس طحين رطب. صافي كما شفتوا خلطت النواشف كامله مع بعضياتها، ملت ديك الخميره د الحلوى، اصفر بيضه والزبده، وكنزيدوا 4 كاس ديال المزهر والزيت. وصافي كنجمعوا العجينه كامله بالماء، تكونش رطبه بزاف باش تسهل علينا نشكلوها. وكتعدلوا على شكل بليغات. انا غنعدل معكم واحد الشكل مزيون كيجي في الحطه مزيون وراقي احسن من البليغه. كما قلت لكم العجينه ما تكونش قاصحه. هذا هو القوام ديال العجينه. نقطعها كرات ونعملها في الميكا وصافي باش نبدا نشكلها. عملت العجينه في الميكا، خليتها 2 سوايع ترتاح. من بعد مرور ساعتين صافي غنبدا نشكلها. كنطلقها فوق سطح العمل، تكون رقيقه شويه حيت هذا الشكل هذا اللي غنعملو يعني كيجي فحال مضوبل. داكشي علاش تكون رقيقه شويه باش ما تجيش مدقسه. تقدروا تعملوها على شكل بليغات، تعملوها على شكل مربعات وتلصقوا الاطراف الحاشيه مع الحاشيه كتجي بليغه سهله. المهم هذا الشكل هذا كيجي حسن. قطعوها بشكل دائري بشي كاس ولا بشي قطعه دائريه. المهم انا ديك القطعه الدائريه اللي كانت عندي جاتني صغيره واختاريت عكاز دغيا من حدايا. ها هو الشكل اللي قلت لكم. كنعملوا واحد جهه تكون قصيره واحد جهه طويله باش ملي كنجمعوها كتجي على شكل وريضه. حاولوا تحطوهم بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا باش يبقاو قابطين الشكل ديالهم. صافي خليتهم نشفوا شويه وبديت كنقليهم في الزيت وغنطفيهم في العسل بحال الشكل اللي كنقليو الشباكيه. العسل اللي حضرته معكم بزاف ديال المرات غنخليه لكم في صندوق الوصف، حتى الناس اللي اللي بغات تعمل شباكيه نخليها لكم في صندوق الوصف. كاين معسلات عندي ديال رمضان في القناه. مرحبا بكم. اللي باقي ما مشتركش في القناه نتمنى يشترك باش بقى توصل بكل جديد ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك ديالكم، لان اللايكات ديالكم هما اللي كيدعموا القناه وكيخليو الفيديو يطلع يشوفوا واحد اخر وحتى كتشجعوني بهم.
حاولوا تخليوهم اكبر وقت في يعني في العسل، شحال ما قدرتوا. حيت كل ما بقاو في العسل كيشربوا مزيان العسل كيرطابوا وكيزيدوا يلدادوا صافي، وغادي نقطروهم. هنا حاولت نزينهم بواحد اللوز اللي قشرته، يعني ملتو شويه في الماء سخون، قشرته وقليته، خليته تنشف وقليته وصافي، وكنزوق به هاد الوريدات هادو ونقدمو بهذا الشكل هذا.